أهلا بكم في قناة الرائد للغة العربية. المنهاج الأردني الجديد. لا تنسونا أبنائي الطلبة من الاشتراك في هذه القناة والإعجاب بهذا الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. تحية طيبة لكم أبنائي طلبة الصف الخامس مع درس جديد من دروس اللغة العربية. الدرس الأول. استمعوا بانتباه وتركيز. الوحدة السابعة. سنعرض عليكم أبنائي الطلبة في هذا الفيديو إن شاء الله إجابات نص الاستماع جراثيم التسمم الغذائي الخاص بكتاب الطالب. طبعا نذكركم أبنائي الطلبة أن من آداب الاستماع أن ألتزم الصمت في أثناء الاستماع. نص الاستماع النص المسموع سأقوم بتحميله أيضا على قناتي في فيديو منفصل لكي تسمعوه أثناء الاستماع. التزموا الصمت حتى تستفيدوا مما تسمعون وتعرفون الإجابة عن هذا أو عن هذه الأسئلة التي سنعرضها عليكم الآن. بسم الله وعلى بركة الله. نبدأ بتأمل الصورة هذه الموجودة أمامنا ونتنبأ بموضوع نص الاستماع. طبعا كما نشاهد أمامنا أبناء الطلبة هنالك طبق فيه طعام، ونلاحظ أن حول هذا الطعام يقترب مجموعة من الجراثيم، تمام، لأن هذا الطعام مكشوف فهو إذن معرض للتلوث. إذن أتنبأ بموضوع وليس بعنوان. هنا عندنا شيء اسمه عنوان، اللي هو العنوان عرفنا جراثيم التسمم الغذائي، طبعا راح تعرفوه أثناء الاستماع. لكن الآن قبل ما المعلم أو المس تسمعكم النص راح تناقشكم بهذه الصورة. هذه الصورة كما نلاحظ كما قلنا هي عبارة عن طبق من الطعام مكشوف ومعرض للجراثيم. يعني هو ليس مجرثما بعد، ولكن نلاحظ أن الجراثيم تقترب منه شيئا فشيئا. إذن هنا نقول ربما عن الطعام المكشوف المعرض للتلوث، تمام، أو للتسمم على سبيل المثال. أستمع وأتذكر. نبدأ إذن في الجزء الأول من هذه الأسئلة بأستمع وأتذكر. السؤال الأول في هذا الجزء يقول: أرسم دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يلي. عنوان النص المسموع كما عرفنا جراثيم التسمم الغذائي. السؤال الثاني: عدد أنواع السموم الناتجة عن جرثومة التسمم الوشيقي هي 7 أنواع، تمام. السؤال الثالث يقول: تبدأ الجرثومة رحلتها في الجهاز الهضمي ولا التنفسي ولا العصبي؟ هي في الجهاز، تبدأ رحلتها في الجهاز الهضمي، إذا أنه عن طريق إيش حكينا؟ تنتقل عن طريق الغذاء المسمم، عن طريق الغذاء الملوث أو المسمم، تمام. إذا هي تبدأ رحلتها عن طريق الجهاز الهضمي اللي وظيفته هضم الطعام الذي نأكله. السؤال الثاني من هذا الجزء يقول: أكمل الفراغ بما يناسبه في كل مما يلي. طبعا راح نعرف هذه الكلمات كلها عنده، أو تعبئة الفراغات هذه ما راح نعرفها إلا إذا استمعنا للنص. تدمر الجرثومة بالتسخين على درجة حرارة 100 سيليسيوس. طبعا هاي السيليسيوس هي وحدة القياس لدرجة الحرارة، إما بتكون سيليسيوس أو فهرنهايت. المهم نأتي إلى باء: توجد الجرثومة بحالة مسالمة في البيئة المحيطة بنا. جيم: تبدأ أعراض التسمم الغذائي بالظهور على المصاب بعد كم؟ بعد بضع ساعات، أو عندنا هون أو، إذا في عندنا حالتين: بضع ساعات أو بضعة أيام من تناوله ذلك الغذاء المسمم. السؤال الثالث يقول: ورد في النص المسموع، أي ذكر في النص المسموع، عدد من الأفعال المضارعة الدالة على سرعة انتشار الجرثومة. هو ما بده من النص المسموع كله، بده فقط الأفعال المضارعة التي دلت، يعني التي وقعت في الفقرة التي تتكلم أو تتضمن سرعة انتشار الجرثومة. إذا النص مليء بأفعال مضارعة، ولكن هو حدد لنا من أين يريد الأفعال المضارعة. هنا أذكر 2 منها. هنا أنا عندما عدت للنص وجدت أن هذين الأفعالين المضارعين أفرز الآن، ويقضي. أفرز فعل مضارع ويقضي فعل مضارع، تمام. هيك وضحت. أفرز وليس أفرز. أفرز الآن وليس أفرز. لو أفرز كانت فعل ماضي. هاي هي مشكلة من أول حرف لآخر حرف. أفرز.
نأتي إلى الجزء الثاني من هذه الأسئلة، وهو أفهم المسموع وأحلله. السؤال الأول يقول: أضع خطا تحت المعنى المناسب لكلمات ملونة لكل مما يلي. الآن لدينا عدة جمل، 3 جمل، في كل جملة كلمة ملونة، يريد منا أن نختار المعنى المناسب لها من هذه الخيارات. يفرز سم فتاك يقضي على الجسم. فتاك بمعنى قاتل، وليس نادر أو مركب، معناها قاتل. فتاك يعني قاتل، يفتك بالبشر أي يقتل البشر. يتسبب الشلل بازدواجية الرؤية. ازدواجية عندما نقول زوج يعني 2، إذا ثنائية. ازدواجية معناها ثنائية، ليس ثلاثية أو ضبابية. إذا لو قال ضعف النظر أو ضعف الرؤية لقلنا ضبابية، أما هنا قال ازدواجية. ازدواجية الرؤية أي ثنائية الرؤية. المعنى إنه بصير يشوف الإنسان إذا أصيب بهذا النوع من التسمم، بيصير يشوف الإشي 2. هذا المقصود بازدواجية الرؤية. جيم: الوقاية خير من العلاج. هنا ما معنى الوقاية؟ الوقاية معناها الحماية. أقي نفسي أي أحمي نفسي. تمام. السؤال الثاني يقول: أضع إشارة صح جانب أعراض التسمم الغذائي حسب ما ورد في النص. الآن أبناء الطلبة نريد أن نضع إشارة صح أمام أو بجانب أعراض التسمم الغذائي التي وردت في النص. لا يريد منا أن نضع إشارة خطأ أمام الأعراض التي لم تذكر في النص، فقط نضع إشارة صح. إذن الأعراض أو العرض الذي لا نراه أو لا يذكر في النص على أساس أنه عرض من أعراض التسمم الغذائي، لا نضع أمامه يعني كما يحصل مع بعض الطلبة إكس أو خطأ. لا يريد منا السؤال، فقط يريد منا السؤال أن نضع إشارة صح أو جانب أعراض هذا التسمم الغذائي. هذا التسمم الغذائي أو هذا النوع من التسمم الغذائي إذا أصيب به الإنسان من أعراضه الجفاف، تشنجات في المعدة، هذه محلولة عندكم طبعا، الشلل، وصعوبة في الكلام. أما آلام المفاصل هنا لم تذكر في النص أن الإنسان يصاب بهذا العرض من الأعراض. نأتي إلى السؤال الثالث: وضح كيف تكون جرثومة التسمم الوشيقي مسالمة مرة وخطرة ومؤذية مرة أخرى. هنا الآن السؤال قسمين: كيف تكون مسالمة مرة من جهة، وخطرة ومؤذية مرة أخرى. ما قال وخطرة مرة ومؤذية مرة أخرى، لا، خطرة ومؤذية نفس الوقت، يعني هي نفسها. تمام، لكي لا يحصل لديكم لبس في الإجابة أو تشتيت في الإجابة، تصبح يعني تبحث في النص عن الخطر بشكل منفصل عن الإيذاء، هو نفسه خطيرة ومؤذية. المهم هنا هذه الإجابة تكون مسالمة في البيئة المحيطة بنا، وتكون مؤذية وخطرة عند حرمانها من الأكسجين، أو نقول عند غياب الأكسجين. هاي اللي مش واضح عنده بسبب يعني تداخل الخط، غياب الأكسجين. تمام. هنا 4 هنا اللي هي الإضاءة هاي. كيف أقي أي أحمي. لاحظ هنا أقي أحمي، هنا معناه إذن الوقاية الحماية. تمام. كيف أقي نفسي وعائلتي من الأمراض في فصل الشتاء، سأعرضه عليكم عندما أنتهي من إجابة جميع الأسئلة. هي أنا حضرت لكم إياها هنا في هذا التعليق الأصفر، بس علي إني أفتحه وأعرضه عليكم لمن يريده. يعني ممكن إنه الأستاذ المعلم المس يطلب منكم هذا يعني كتقرير منفصل عن الإجابة. يعني سأقوم بحله في نهاية النص إن شاء الله، إني ما أنسى أو أتذكره وأرجع له. السؤال الرابع: يتبين الغرض من النص المسموع بأنه تقديم النصح والإرشاد. تمام. اختار. هنا الآن يريد منك السؤال أن تختار نصيحة وتقدمها لزملائك. أنا شفت يعني في نهاية النص المسموع أفضل، أو في النص المسموع ككل، أفضل نصيحة ولخصت كل شيء اللي هي الوقاية خير من العلاج. احنا طبعا أبناء الطلبة بس بدي أربط لكم هذا الشيء بالأشياء المفيدة اللي بنتعلمها في أثناء تعلمنا لدروس الكتابة، اللي هي لما علمنا كتابة الفقرة وكتابة النص وكتابة المقالة، كيف إنه كان مركز على إنه النصيحة أو تقديم النصيحة أو تقديم العبرة دائما ما تكون في نهاية النص. إذا طلب منكم هذا السؤال في أي نص تتعلمونه ويمر معكم، ركزوا في نهاية النص الذي تقرؤونه أو تسمعونه، ستجدون العبرة موجودة في نهاية النص، في الفقرة الأخيرة من النص.
الجملة الأخيرة من النص. إذا هون العبرة بتكون موجودة. يعني هون أنا بوضح لكم لحتى إنكم تتعلموا ما تتغلبوا في المستقبل إن شاء الله تعالى. إذا هنا الوقاية خير من العلاج، هذه هي النصيحة التي أقدمها لزملائي. طيب هون يقول لي أفسر سبب اختياري. سبب الاختيار، أنا اخترت هذه النصيحة اللي لخصت كل النصائح المقدمة للطلاب، واللي هي كانت الهدف من الدرس، لأنها إذا سبب اختيار لهذه النصيحة لأنها تؤكد أهمية الوقاية في تجنب الأمراض وتقليل المعاناة قبل وقوعها. ليش أنا أعرض نفسي للأذى، للمرض، وبعدين أصير أتعالج؟ لا، من البداية يعني أحمي نفسي من الأمراض. أفضل لي من أن أصبح أعاني في العلاج، وربما هذا العلاج ينفع وربما لا ينفع. إذن فالوقاية خير من العلاج. نأتي إلى السؤال الخامس والذي يقول: ورد في النص المسموع جملة أكون بحالة مسالمة في البيئة المحيطة بكم. تمام. ما واجبي تجاه البيئة؟ واجبي تجاه البيئة هو المحافظة عليها بشكل مختصر، إني أحافظ على البيئة. طبعا هنا أذكركم أنا معكم المعلم رائد أبو عواد، مستر رائد للغة العربية. أذكر سلوكات إيجابية تجاه البيئة. من السلوكات الإيجابية تجاه البيئة ترشيد استهلاك المياه. ما بنرد نكرر المحافظة على البيئة، لا، ما احنا هون حكينا انه واجبنا هو المحافظة على البيئة. السلوكات، هو بده الآن بعض السلوكات الإيجابية تجاه البيئة. بعض السلوكات إن هي ترشيد استهلاك المياه، الحفاظ على نظافة البيئة. طبعا هون لما نحكي البيئة يعني إني أحافظ على المياه وعلى الهواء وعلى الأرض وعلى التربة وعلى كل ما يحيط بنا. هاي المقصود بالبيئة. البيئة مثل ما تعلمتوا بدرس المهني أو بدروس المهني، البيئة هي كل ما يحيط بنا من هواء وغذاء وماء وتربة. إذن هون هذه تشمل هذا كله. ثالثا زراعة الأشجار والنباتات وعدم قطعها. طبعا مثل ما بنعرف وتعلمتوا أنتم في درس العلوم إنه الأشجار خصوصا الأشجار الحرجية والمعمرة والطويلة والتي تكون تحيط بالمنزل أو الحديقة، عفوا في المنزل أو في الأماكن العامة، وظيفتها إنها هي تنقي الأكسجين تنقي الهواء، وتوصل لنا الهواء النقي. فلذلك يجب علينا زراعة الأشجار والنباتات وعدم قطعها لكي نستنشق هواء نقيا غير ملوث. نأتي إلى الجزء الأخير من هذا النص أو من هذه الأسئلة عفوا، والتي هي أتذوق المسموع وأنقده. وأذكركم كما أذكركم دائما أبناء الطلبة أن هذا الجزء يعود لذوقك، يعود لرأيك. هذه الآراء، هذه الإجابات التي أقترحها عليكم أنا، تمام، بمثابة تدريب لكم، إما أن تلتزموا بها، أن تكتبوها هي نفسها، أو أن تبدعوا أنتم وتفكروا وتشطحوا في خيالكم وتحركوا أدمغتكم حتى تبدع في إبداء الآراء حسب المطلوب من هذه الأسئلة. مثلا على سبيل المثال أبدي رأيي، رأيك أنت يا عزيزي الطالب، مش رأي رائد اللي قاعد بحكي معك، رأيك أنت في توظيف أسلوب الاستفهام في مطلع النص المسموع، وأبين أثره في نفسي. أنت لما سمعت النص المسموع مبدوء بكلمة أو بجملة أتعرفون من أنا، هذه الجملة الاستفهامية، ماذا أثرت في نفسك؟ ما رأيك فيها؟ أنا كرائد رأيي هو أنه هذا الأسلوب هو أنه أن أسلوب الاستفهام يضيف على النص، خلينا أكمل. إذن رأيي هو أنه يضيف على النص عنصر التشويق والجاذبية، إنه بيجذبك له النص، حيث يجذب انتباهي منذ البداية ويدفعني إلى التفاعل مع المحتوى حتى النهاية. ماشي، حتى النهاية، بدك تضيف كلمة حتى النهاية ضيفها واكتبها إذا مثل ما بتحب. الآن نأتي إلى السؤال الثاني. إذن هذا هو إجابة السؤال الأول، هذا إجابة السؤال الأول. الآن السؤال الثاني يقول: أختار التعبير الأجمل بنظري وأعلل اختياري. عندنا هون تعبيرين، تعبير أول وتعبير ثاني. تمام. إذا أنت اخترت التعبير الأول الذي يقول أفرز سما فتاكا، هذا طبعا يقول أو يقال على لسان الجرثومة: أفرز سما فتاكا يقضي على الجسم كالجيش المدمر سرعة وفتكا. إذا أنا اخترت هذا التعبير بدي أعلل اختياري، فقط تضع هنا صح. أنت وظيفتك أنك تضع هنا صح أو دائرة على الرقم اللي بدك تختار الجملة الأولى،
تضع صح أمام الجملة الأولى، وتعلل هكذا: لأنه قوي التأثير، لأن هذا التعبير يعني قوي التأثير، ويظهر الفتك والسرعة بتشبيه حركي واضح. كأني أنا لما قرأت هذه الجملة كأني تخيلت كأنها تحصل أمامي، كأنه الحدث يحصل، كأن الحدث اللي هو حدث الفتك، مثل كأنه الجيش، يعني شبهه بالجيش، تمام، المدمر. لما أنا قرأت هذه الجملة تخيلتها كأنها حصلت أمامي، فلذلك كان أثرها كبير في نفسي. إذن ويظهر الفتك والسرعة بتشبيه حركي واضح. إذا اخترت الجملة الثانية أنت عليك بس تختار واحدة، يعني ما يعني مش مجبور إنك تكتب التنتين، هذا التعبير وهذا التعبير. أنت السؤال بيحكي لك اختار تعبير واحد. إذا طالب اختار التعبير الثاني اللي بيحكي: فما إن أنتقل إلى وسط أحرم فيه من الأكسجين أصبح كالسمكة. أصبح كالسمكة بنعرف إنه السمكة إذا خرجت من الماء تموت، وإذا عادت مباشرة قبل موتها تعود إليها الحياة. أصبح كالسمكة التي تعود إلى الماء قبل نفوقها بلحظات. طبعا شو معنى نفوقها هنا؟ نفوقها معناها موتها. نفق أي ذهب، مات. نفق الحيوان أي مات الحيوان. المهم إذا اخترت أنا هذا التعبير بعلله بهذا بالآتي: لأنه، يعني لأن هذا التعبير لأنه تصوير حي ومؤثر. حي كأنه بيحصل أمامي، هذا المقصود، ومؤثر أثر في نفسي، في عقلي، في ذهني، ويبرز الحاجة للأكسجين بتشبيه دقيق ورائع. لأنه أفضل، يعني اختار السمكة لأنها هي أكثر شيء بحاجة إلى الأكسجين الموجود داخل الماء. إذا خرجت من الماء انقطع عنها الأكسجين، وبالتالي إيش؟ ماتت هذه السمكة ونفقت. بهذا أبناء الطلبة، ميسيو رائد اللغة العربية أنهى معكم الإجابة عن هذه الأسئلة، أسئلة نص الاستماع الذي هو بعنوان التسمم أو جراثيم التسمم الغذائي. لا تنسونا أبناء الطلبة، لا تنسونا من الاشتراك في هذه القناة والإعجاب بهذا الفيديو، وأنصحكم بتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد أحمله على هذه القناة. وأنا يعني كما تعرفون أقوم بتسجيل وتحميل الدروس أولا بأول على هذه القناة، فكلما حملت درس إذا كنتم مفعلين زر جرس التنبيه، الجرس يعني زر الجرس، سيصلكم إشعار بكل ما هو جديد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.